تقدر تدخل معاه انه في واحد الوقت كان الناس كيسولوا واش هي المرأة من الانس. بصح في اوروبا سنه 586 ميلاديه تجمعوا الناس باش يناقشوا هذا السؤال العجيب. بعد مناقشه طويله اكتشفوا في الصح انه المرأة من الانس، ولكن عندما مبدا واحد: خلقت لخدمه الرجل فقط. وشوف انتم هذا التفكير كيفاش داير. طبيعه الحال اللي كنت تسمع هذه المعلومه لاول مره ديروا متابعه وخليك معايا، راه مازال الصدمه الكبيره جايه. بعد 30 عام بالضبط جاء اطيب خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم بواحد الرساله قلبت الموازين، قلبت المفهوم ديال المراه من الجذور ديالو. كيقول انه المراه شقائق الرجل، يعني الرجل والمراه شركاء في كل شيء، المسؤوليه وكذلك في الانسانيه وفي الكرامه. زاد النبي قال: خير متاع الدنيا المراه الصالحه، يعني هي الراحه، هي السكينه، هي اللي كتكمل الراجل وكتدعم انه يستقر. طبيعة الحال زاد الشباب واحد الوصيه عظيمه وقال: رفقا بالقوارير. هذا النبي العظيم الذي شبه المراه بالزجاجه، يعني خاصك تحميها، تحن فيها وتعاملها بلطف. واليوم كتجي وحده وكتقول لك الاسلام ظلمني، الاسلام ما عطانيش حقي. بالعكس، الاسلام هو اللي ردك قيمتك، هو اللي ردك الاعتبار ديالك في واحد الوقت اللي كاين الناس كيشوفوك انك مجرد خادمه. شارك هذا الفيديو هذا مع شي مرة عزيزه عليك وخليها ترى في الحقيقه، وما تنساش دير متابعه واشتراك باش ديما توصل بالجديد، حيت باقي الخير جاي. السلام عليكم.